وسعدتم أوقاتنا أينما كنتم أيها السادة والسيدات من الفضائلة، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار الظهيرة أستهلها معكم كالمعتاد بالعناوين. ورشة عمل حول لوائح وهيكلة المحاكم الأهلية. دعوة لتقوية القدرات الاقتصادية للمعاقين بعنسبة. بحث العملية التعليمية في قلوج. القرية قوات الأمم المتحدة تتفق على نزع السلاح على الحدود. الصين تفتتح أطول جسر مائي في العالم. وإصرار ويلا يقترب من المكسيك. أهلا بكم للتفاصيل. عقدت وزارة العدل ورشة عمل في قاعة الإقليم الأوسط حول مقترح هيكل ولوائح المحاكم الأهلية. شارك في الورشة حاكم الإقليم الأوسط اللواء رمضان عثمان أولياي، والأمين العام للجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في الإقليم السيد يوسف سايق، ومسؤولون آخرون في الإقليم ومسؤولو أقسام الوزارات وأعضاء المجلس ومدراء المديريات وقضاة المحاكم الأهلية. وأوضحت وزيرة العدل السيدة فوزية هاشم أن المحاكم الأهلية ظلت تعمل عبر قضاة منتخبون من المواطنين لتقديم الخدمات العدلية للشعب عن قرب والمحافظة على قيم المجتمع وتجري الجهود لتحسين أدائها بالتقييم المتواصل. وذكرت أن الهيكل واللوائح المقترحة هدفت لإصلاح الضعف في حل القضايا بالصلح التي تميز الشعب الإريتري وجعله جزءا من النظام العدلي، وذلك للظهور بعض الظواهر الدخيلة على المجتمع الإريتري التي لم تكن في السابق، ولأن المصالحة جانبت الهدف وأصبحت تعقد القضايا. وقالت أن العدل مسألة مبدأ ويتوجب عدم ترك القانون للمهنيين فقط وعمل جميع قطاعات المجتمع فيه بمسؤولية. وأشارت إلى أن المقترح الجديد يضم مرتكزين هامين: مشاركة الشعب واختيار لجان مصالحة تتحلى بالقدرة والكفاءة لحل الخلافات وإدارة القضايا. ويتوجب على اللجان المختارة أن تكون مقتدرة مهنيا وأخلاقيا وتحترم ثقافة وقيم المجتمع وتتحلى بالمسؤولية الوطنية وخالية من الملوثات، وتمنح الأولوية للمكانة الاجتماعية بعيدا عن المصلحة الآنية. وقدمت في الورشة آراء وأفكار حول المقترح المقدم. دعا حاكم إقليم عنسبة السيد علي محمود لتعزيز مشاركة المجتمع عامة لتقوية قدرات معاقو الحرب وخاصة الاقتصادية. وأوضح في الاحتفال الذي نظم في 22 من أكتوبر في مدينة كبن بمناسبة اليوبيل الفضي لتأسيس الجمعية الوطنية لمعاقي الحرب أن إدارة وشعب إقليم عنسبة يقدمان الدعم المستطاع لتمكين معاقي الحرب. وذكر رئيس الجمعية الوطنية لمعاقي الحرب الأستاذ دبر برهاني ياسو عن تنفيذ برامج كبيرة في السنوات ال25 الماضية لانتشال المعاق من الاتكالية، داعيا لتطوير نظرة المجتمع تجاه المعاق وتقديم الدعم المادي والمعنوي للمزيد من النجاحات. من جانبه أوضح مسؤول فرع الجمعية في إقليم عنسبة السيد داويد قبر كريستوس أن الأنشطة المنفذة تدفع للعمل القوي مستقبلا، مشيرا إلى أن الجمعية تقوم بجهود لتمهيد الأرضية المناسبة للمعاقين والعمل في المجالات المربحة. وأوصى المشاركون في الاحتفال القيام بدراسات حول مستويات الإعاقة وإيجاد مصادر الدخل. شهد الاحتفال معرض للصور يعكس مسيرة الجمعية في 25 سنة ماضية وعروض فنية أخرى. عقد اجتماع في مديرية قلوج لبحث العملية التعليمية، حيث وجهت الدعوة للمجتمع للمساهمة في جهود إيصال التعليم إلى المناطق النائية وتوفير المستلزمات. وأكد مدير مديرية قلوج السيد داسيزر ميكائيل في الاجتماع الذي شارك فيه ممثلو السكان ومسؤولو الخدمات التعليمية في المديرية على أهمية مشاركة الشعب في البرامج الموضوع، موضحا العمل للارتقاء بالعملية التعليمية. وأكد المشاركون على الاستفادة الجيدة من الفرص التعليمية المتاحة والمساهمة حسب القدرات، منادين الحكومة للاهتمام بالبنية التحتية التي تكون فوق قدراتهم. تجري أنشطة نفير تنموي فعالة بمشاركة السكان عامة والطلاب، خاصة لحماية التربة وحفظ المياه في صرنا. ويقوم سكان 8 قرى بضاحية دبي ببناء مدرسة ابتدائية جديدة بمبادراتهم الذاتية.
وأوضح مدير الضاحية السيد إسماعيل محمد أن المدرسة المشيدة تضم 7 فصول وغرفتين إضافيتين، وتأتي في إطار مبادراتهم لحل النقص في الفصول الدراسية. ودعا المشاركون في بناء المدرسة الجهات المختصة لتجهيزها بالأثاثات والمواد التعليمية اللازمة. ويعمل طلاب المرحلة المتوسطة والثانوية في بلدة تورونا بأنشطة نظافة بالنفير يوما واحدا في الأسبوع لمكافحة الأمراض المعدية والملاريا على وجه الخصوص. إلى فاصل قصير ثم نوافيكم بالأنباء العالمية، فتفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم من جديد. قالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أن الكوريتين وقيادة قوات الأمم المتحدة اتفقت على سحب الأسلحة النارية وإزالة مواقع الحراسة في قرية بامينجوم الحدودية هذا الأسبوع في أحدث خطوة تشهد العلاقات التي تتحسن بسرعة. وأجرت الأطراف الثلاثة الجولة الثانية من المحادثات في بامينجوم لبحث سبل نزع السلاح على الحدود تنفيذا للاتفاق بين الكوريتين تم التوصل إليه في قمة بيونغ يانغ الشهر الماضي. وجاء الإعلان وسط مخاوف أمريكية من أن تؤدي المبادرة العسكرية بين الكوريتين إلى تغويض الاستعداد الدفاعي، وأن تأتي دون إحراز تقدم كبير بشأن تعهد كوريا الشمالية بنزع السلاح النووي. وتتطلع الدولتان إلى إزالة 11 موقعا للحراسة في مساحة نصف قطرها كيلومتر واحد من خط الترسيم العسكري على الحدود بينهما بحلول نهاية هذا العام. افتتح الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم الثلاثاء أطول جسر مائي في العالم يربط بين هونغ كونغ وماكاو والبر الصيني الرئيسي، ويعد واحدا من أطول الجسور في العالم، حيث يمر عبر مصب نهر اللؤلؤ في جنوب الصين. وأعلن شي افتتاح الجسر رسميا خلال احتفال في قاعة تقع في أحد موانئ مدينة جوهاي الجديدة جنوب البلاد وسط حضور زعيمي مدينتي هونغ كونغ وماكاو. ويتألف الجسر من مقاطع يبلغ طولها حوالي 55 كيلومتر إلى جانب نفق بطول 6.7 كيلومتر، ووصف بأنه أطول معبر بحري يضم جسرا ونفقا في العالم. ويعد هذا المشروع الضخم الذي يربط بين هونغ كونغ بالبر الصيني الثاني من نوعه بعد افتتاح خط سكة حديد للقطارات السريعة الشهر الماضي، وهو جزء من استراتيجية بكين لتشكيل منطقة اقتصادية كبرى. ويروج مؤيدو المشروع له باعتباره معجزة هندسية من شأنها تعزيز الأعمال وخفض الوقت الذي يستغرقه السفر، في حين يرى فيه آخرون أنه مجرد مشروع هائل ومكلف يخفي أهداف سياسية. اشتد الإعصار إلى الفئة الرابعة الخطيرة قبالة ساحل المكسيك على المحيط الهادي وفق توقعات مراكز الرصد الأمريكية. وقال المركز أن قوة الإعصار ستشتد، متوقعا أن يصبح ويل إعصارا خطيرا مع بلوغ ساحل المكسيك. وأعلنت حكومة المكسيك حالة التأهب في مناطق ساحلية عدة. في هذه الأثناء تتجه العاصفة المدارية في سينتي نحو جنوب وجنوب غرب المكسيك ترافقها رياحا بسرعة 65 كم في الساعة، مع توقع أن تحمل أمطارا غزيرة وسيول. ومنذ الخميس الماضي شهدت ولاية واكاساكا الجنوبية سيولا وانهيارات جراء الأمطار الغزيرة التي قالت السلطات أنها خلفت 11 قتيلا. وافتتح في العاصمة السعودية الرياض صباح اليوم الثلاثاء مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار للعام 2018 في مسعى لمواصلة استكشاف الاتجاهات والفرص التي ستساهم في تحقيق عائدات وآثار إيجابية مستدامة. ويعقد الحدث الضخم تحت رعاية العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز من 23 إلى 25 من أكتوبر الجاري. ويسعى المنتدى في هذا العام إلى مواصلة استكشاف الاتجاهات والفرص التي ستساهم في تحقيق عائدات وآثار إيجابية مستدامة وبناء شبكة تضم أهم الأطراف المؤثرين في الساحة العالمية. وقال مصدر مطلع أن السعودية تعتزم توقيع اتفاقات بأكثر من 50 مليار دولار في قطاعات النفط والغاز والصناعات والبنية التحتية خلال المؤتمر. ومن المتوقع حضور أكثر من 150 متحدثا يمثلون أكثر من 140 مؤسسة مختلفة، إضافة إلى شركات مع 117 مؤسسة عالمية، حيث سيسلط برنامج المبادرة الضوء على دور الاستثمار في تحفيز فرص النمو وتعزيز الابتكار، إضافة إلى مواجهة التحديات العالمية.
بهذا نصل إياكم إلى ختام هذه النشرة. شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء. في أمان الله وحفظه.